أهلا بيكم. النهاردة هنشوف مع بعض خطوة بخطوة إزاي نعمل حساب على بوابة مصر الرقمية. البوابة دي هتخلينا نستفيد من كل الخدمات الحكومية بسهولة ومن مكان واحد. يلا بينا. رحلتنا النهاردة متقسمة لأربع محطات أساسية. الأول هناخد فكرة سريعة عن المنصة، بعدين هندخل في الخطوات العملية ونشوف إيه البيانات اللي محتاجينها، بعدها تيجي خطوة التحقق والتأكيد ودي مهمة قوي، وفي الآخر خالص هنأمن الحساب بتاعنا وبكده يكون جاهزين. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول ونبدأ بأول جزء، منصة مصر الرقمية. دي الشاشة الرئيسية للمنصة. ببساطة كده دي نقطة البداية لكل حاجة. تخيلوا إن كل المصالح الحكومية اللي ممكن نحتاجها بقت متجمعة في مكان واحد. ده طبعا بيوفر وقت ومجهود كبير جدا، وبدل ما نلف على كذا مكان كل حاجة بتخلص بكام ضغطة زرار. تمام. دلوقتي بقى هنبدأ في الجزء العملي، أول خطوات التسجيل، وهي إننا ندخل بياناتنا الشخصية. قبل ما نبتدي في كام حاجة بسيطة لازم تكون جنبنا عشان الموضوع يمشي بسهولة. أول حاجة بطاقة الرقم القومي، وطبعا لازم تكون سارية. تاني حاجة هي رقم المصنع، وده كود كده هنلاقيه تحت الصورة الشخصية على طول في البطاقة. هنحتاج كمان الاسم الأول للوالدة، وأهم حاجة بقى رقم موبايل يكون متسجل باسم صاحب البطاقة في شركة الاتصالات. دي نقطة أساسية عشان أمان الحساب. طيب، من الصفحة الرئيسية اللي شفناها هنبص فوق على الشمال هنلاقي تسجيل الدخول. أول ما ندوس عليها هتظهر لنا نافذة جديدة. من النافذة دي هنختار افتح حساب جديد عشان نبدأ عملية التسجيل. دي أول شاشة بتظهر لنا في التسجيل. هنا بقى هنبدأ نستخدم الحاجات اللي حضرناها جنبنا، اللي هي بيانات بطاقة الرقم القومي. الموضوع هنا بسيط جدا. أول حاجة هنكتب الرقم القومي بتاعنا، ال 14 رقم كاملين. بعدها هنكتب رقم المصنع اللي قلنا عليه. وآخر حاجة هنكتب الاسم الأول للوالدة، وناخد بالنا إنه لازم يتكتب بالعربي. بعد ما نتأكد إن كل البيانات اللي كتبناها صح وما فيهاش أي غلطة، هندوس على زرار التحقق الأزرق ده عشان نروح للخطوة اللي بعدها. كده خلصنا أول جزء. ندخل بقى على المرحلة التانية والأهم، وهي التأكد من هويتنا عن طريق الموبايل. دي خطوة أساسية جدا لأمان الحساب. هنا بقى لازم نركز قوي. لازم نتأكد إن رقم الموبايل اللي هنكتبه هنا هو الرقم اللي متسجل في شركة الاتصالات باسم صاحب الرقم القومي. ليه؟ عشان دي الطريقة اللي المنصة بتتأكد بيها إن اللي بيعمل الحساب ده هو فعلا صاحب البطاقة. أول ما نكتب رقم الموبايل صح، المنصة هتبعت لنا عليه رسالة نصية. الرسالة دي فيها كود مكون من 6 أرقام. الكود ده هو مفتاح الخطوة الجاية. الرسالة دي مفروض توصل في ثواني. أول ما توصل لنا هنفتحها وناخد ال6 أرقام اللي فيها ونكتبهم في الخانات اللي قدامنا على الشاشة دي. بعد ما نكتب الكود صح هندوس على تحقق مرة تانية، وبكده إحنا بنكون أكدنا إن رقم الموبايل ده بتاعنا فعلا. خلاص، ما بقاش فاضل غير آخر خطوة، وهي تأمين الحساب. تمام قوي. وصلنا للمحطة الأخيرة في رحلتنا، وهي إننا نعمل كلمة مرور أو باسورد قوي عشان نحمي بيه الحساب بتاعنا. الشاشة دي بقى هي اللي هنعمل فيها الباسورد بتاعنا. زي ما شايفين في خانتين، واحدة عشان نكتب فيها كلمة المرور والتانية عشان نأكدها. ودي نقطة مهمة جدا لأمان الحساب. عشان كلمة المرور تبقى قوية ومحدش يقدر يخمنها، المنصة بتطلب مننا إنها تكون كوكتيل كده من كذا حاجة: حروف إنجليزي كابيتال وحروف سمول، وكمان أرقام ورمز خاص واحد على الأقل زي علامة التعجب أو الشباك أو الدولار. التركيبة دي بتخلي الحساب في خلاص هنكتب الباسورد اللي اخترناه في الخانة الأولى، ونرجع نكتبه هو بالظبط في الخانة التانية عشان نتأكد إننا كتبناه صح. وبعد كده هندوس على الزرار الأخير ده. وألف مبروك، كده الحساب اتعمل الرسمي ونجحنا في إنشاء حساب خاص بينا على بوابة مصر الرقمية. وبكده بنرجع تاني للصفحة الرئيسية، بس المرة دي الوضع مختلف. احنا دلوقتي مسجلين دخول بالحساب الجديد بتاعنا، وكل الخدمات اللي شايفينها قدامنا دي بقت متاحة للاستخدام فوراً. ودلوقتي بعد ما الحساب بقى جاهز والإمكانيات كلها مفتوحة، السؤال هو يا ترى إيه أول خدمة حكومية هتنجزوها من مكانكم؟ سواء تجديد بطاقة أو دفع فواتير أو أي خدمة تانية، بوابة مصر الرقمية جاهزة عشان تسهل علينا كل ده.